يا حبايبنا منورين والله. يعني عربيتي النهارده انا ما بفضلهاش قوي الحقيقه، ولكن هي ليها جمهور كبير جدا. الاكسنت الار بي، هيونداي اكسنت ار بي، ليها جمهور كبير جدا. انا مش من جمهورها، انا جمهور اي عربيه من هيونداي الا دي. بس تعالى عشان العربيه دي اتطلبت كتير، تعالى نحطها تحت التقييم النهارده عشان نشوف هل العربيه دي نشتريها بقى ولا نعمل ايه فيها. طيب انا اول حاجه عايز اقول لك عليها ان ظهور اكسنت ار بي في العالم كله كان سنه 2011. العربيه دي طلعت سنه 2011، فده نقطه نحطها في اعتبارنا، لان انا مش هينفع اقارن عربيه موديل 2011 بعربيات النهارده اللي هي 2025. اكيد العربيه دي هتبقى قديمه في حاجات كتير، فلازم النقطه دي تبقى في دماغك، عشان العربيه دي بالظبط هم 3 مميزات بس اللي فيها. عجبوك هتشتريها، ما عجبكش هتشوف غيرها. هم كلمتين يعني. ومن اقوى المميزات اللي في العربيه دي هي الموتور والفتيس بتوعها. العربيه دي بتيجي بموتور 1600 سي سي تنفس طبيعي، بيولد 125 هورس باور و156 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك من 4 نقلات بس. مش عارف بقى، يعني هي المنظومه دي حلوه بصراحه. استهلاكها البنزين كويس، قطع غيارها متوفره، ما بتعملش مشاكل، محدش بيشتكي. كل العربيات دايما تلاقي ليها ايه، ناس بتقعد تصيح على السوشيال ميديا، وانا عربيتي حصل وما حصلش وحصل فيها. هي ما فيهاش الكلام ده. انا ما شفتش واحد طلع قال انا بشتكي من اكسنت ار بي. فهي ميزتها ان نسخه الموتور والفتيس اعتماديه جدا جدا جدا، ما فيش حد يقدر ان هو يشتكي من العربيه دي. لو بصينا على العربيه من قدام، فالعربيه بتيجي بفوج لايت ثابت في كل الفئات بتوعها، وبتيجي بشبكه رياضيه. هم اللي قالوا كده مش انا، عشان بس ما تجيش تقول لي ايه هي فين الرياضيه في الموضوع. انا ما اعرفش والله. انا فتحت البروشور بتاع الشركه لقيتهم كاتبين سبورت جريل، فهم بقى هم ادرى يا ريس، احنا مالناش دعوه. والعربيه بتيجي بجنود بمقاس 16. الجنود دي بالمناسبه اول كام فئه فيها بتنزل بطاسات، اول فئتين تقريبا. وانا بالمناسبه جايب لكم اعلى فئه صورها. اول فئتين ما فيهمش حاجه تتقال يا جماعه، كنت هقول الموتور والفتيس واقفل الفيديو. فانا جايب اعلى فئه عشان نلاقي كلام نقوله بس. وعندي فتحه سقف، وعندي اضاءه خلفيه شكلها ال اي دي بس هي مش ال اي دي، وحساسات خلفيه. بس كده ده التصميم كله من بره. تصميم العربيه بالمناسبه من ورا حلو شيك جدا، بالرغم ان العربيه بقى لها يا جماعه 14 سنه، انت فاهم، بس لسه برضو تصميمها حلو. بس نيجي لواحده من ابرز عيوب العربيه دي، هي حجم الشنطه. الشنطه بتاعتها حوالي 389 لتر. على الورق الشنطه صغيره، في شنط كتير جدا اكبر من الحجم ده، بس هي في الواقع هي تحسها كبيره. يعني انت تحس ان انت من جوه لا الشنطه كبيره وتحط فيها حاجات ومرتاح. انا مش فاهم ازاي دي 389 لتر، هم كاتبين كده بس هي في الواقع اكبر من كده شويه. بس يا سيدي ده كل العربيه من بره، انا مش جاي افاجئك يعني. انتوا عارفين العربيه عربيه عشره معانا 14 سنه يابا. فتعال نخش من جوه. تعالى يا ريس اتفضل. انا عايز افاجئك ان اول فئتين في العربيه ما فيهمش وسائل امان خالص. العربيه دي هي العربيه الجديده زيرو الوحيده في مصر اللي ما فيهاش اي وسائل امان في اول فئتين. فالحل الوحيد ان انت هتعمل زي ما بقول لك كده. لو هتشتري اول فئتين، انا ما انصحكش طبعا لان ممكن تشتري الفئات الاعلى، بس لو هتجيب اول فئتين فوسيله الامان الوحيده ان انت تركب زي كده وتقول ورايا يا ريس: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وانا لله وانا اليه راجعون. ربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي. طيب هندور العربيه الانتيريور برضو. يعني انا قلت لكم انا مش عايز اظلمها، لا زالت مقبوله كعربيه اقتصاديه. لا زال الانتيريور بتاع شكله حلو، او الطاره بقى شكلها حلو. اعلى فئه احنا قلنا بنصورها ففيها تحكم طاره، فيها على فكره 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي، ما فيهاش اي اس بي. اعلى فئه بيبقى فيها 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي. عدادات كمان. العربيه شكلها حلو قوي يا جدعان بجد. دي شاشه 7 بوصه. ال7 بوصه دي ما فيهاش كاميرا خلفيه، يعني هي يعني ما فيش كاميرا، وانا مش فاهم ليه. يعني هي كانت هتكلفكم ايه يا جدعان لو حطينا الكاميرا في العربيه هنا؟ الشاشه دي المفروض بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. عايز اقول لك بقى على تاني ميزه في العربيه دي، وبرده من الحاجات الحلوه، هي التكييف. تكييف العربيه دي قوي جدا. تكييفات مجموعه هيونداي طبعا زي ما انتم عارفين وكيا. قد يبدو ان ال 125 حصان قليلين، بس عايز اقول لك العربيه دي بتجري جدا. مش عارف هي مخبيه القدره دي كلها فين، هي بتجري وسريعه. النقطه الثالثه بالنسبه لمميزات العربيه هي قطع الغيار والصيانه والاعتماديه. هو ده بقى اللي جايه العربيه دي تقدمه من الاخر. العربيه بقى لها سنين، الصنايعيه حفظوها، مراكز الخدمه حفظتها، ما بيحصلش كمان هي اصلا فيها اعطال نادرا يعني. ولو حصل الحل بسيط وسهل، يعني ما تقلقش مع العربيه دي في حاجه. قطع غيارها كمان متوفره في كل حته. لو جيت تقول لي هي هيونداي ليه لحد النهارده بتنتج عربيه بقى لها 14 سنه؟ المفروض ان هي وقفت من العالم كله بس لسه في مصر. هو ملخص الكلام يا جماعه هو بيزنس. انت في الاخر هي ما بتنتجش حاجه وانت ما بتشتريهاش. ما في الاخر يا جماعه العربيه بتبيع، ومن اعلى العربيات مبيعا في فئاتها. ففي ناس كده عايزه العربيه، ما هو لو هو ما بيبيعش ما كانش انتجها. لو انتوا ما بتشتروهاش ما كانتش الشركه انتجتها لكم. في الاخر انتوا بتشتروها وبتجروا عليها جامد. ففي الاول وفي الاخر انت بتشتري المنتج
بينتج وبيبيع، فخلاص الشركه بتنتجه. الشركه بالمناسبه عندها عربيات تاني كتير حديثه، الانترا سي ان 7، توسان، غيرها من العربيات، ولكن هو في الاخر بينتج لك حاجه ليك انت للفئه الاقتصاديه اللي عايز يشتغل، اللي عايز عربيه معروفه وبتاع، وفي الاخر العربيه بتبيع زي ما بقول. اما لو هتسالني نشتريها ولا لا، انا عن نفسي ما بتجيش معايا سكه. هي لو عجباك انت اشتريها، زي ما بقول لك ليها جمهور كبير، مش انا يعني الراي هيأثر، بس انا هفضل اي عربيه تانية من هيونداي. انا بالنسبه لي العربيه دي خلاص يعني زهقت انا عن نفسي زهقت يا جدعان، انا زهقت من العربيه بقالها كتير قوي، اقسم بالله من وانا صغير. خلاص يا جدعان في ايه؟ وبس يا سيدي، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه عن اكسنت ار بي. يعني انا قلت حاجه جديده مثلا انت ما تعرفهاش، وما تنسوش تكتب لي في التعليقات عايز عربيه ايه تاني نعمل لها فيديو، وما تنساش تعمل لي فولو على تيك توك وفيسبوك وانستجرام. وكان معاكم محمد الباشا، سلام.